السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض افكار كتير جدا جدا من الغطيان. اي غطيان متوفره عندك، صغيره كبيره، اي مقاسات منها، هنعمل بيها افكار حلوه جدا. لازم هتطلعي مستفيده من الفيديو ده ان شاء الله باي فكره. عايزاك الاول ما تنسيش لايك على الفيديو واشتراك في القناه، وتعالي بينا نشوف اول فكره. اول فكره معانا هنحل بيها مشكله الغطيان بتاعه الحلل اللي هي بتكون ايديها مكسوره وملهاش غطا، والايد بتاعتها مش راضيه تركب خالص. الحل دلوقتي معايا هنجيب غطا برطمان بالشكل ده. يفضل طبعا ان هو يكون معدن علشان يستحمل معانا الحراره. بعد كده جيت بالمفك زي ما انتم شايفين، فتحت كده فتحه في النص بالشاكوش والمفك. بعد كده محضره معايا صواميل. الصواميل دي طبعا بتتجاب من المحلات اللي هي بتبيع المسامير وكده. ممكن تكون متوفره عندك في اي حاجه تانية قديمه استخدميها. هبتدي ان انا اركب الغطا بالشكل ده على الحله، وهحاول اظبطه كده وادقدق عليه بحيث ان المسمار يبقى ظاهر كده وطالع قصادي. بعد كده هركبه وهبتدي ان انا اركب له الصاموله ونلف كويس جدا. بعد ما لفيتها كويس كده اتكيت عليها بالزرادية عشان ابقى متاكده ان هي خلاص بقت ثابته كويس. ده كده طبعا الشكل النهائي ليها. عملنا لها ايد بسيطه خالص كده زي ما انتم شايفين. انا عندي تقريبا يعني الغطيان معظمها كده متكسر، الايدين بتاعتها متكسره، فهعمل كده في كل الغطيان اللي معايا. وكل فتره كده لو حسيت ان الغطا خلاص يعني بقى متهالك، فممكن عايز ان احنا نغيره نحط غيره. زي ما انتم شايفين طريقه بسيطه خالص وسهله. الفكرة التانية اللي معايا هحتاج فيها غطا صغير كده او وسط، اللي متوفر عندك يعني. ومعايا كده كرتونة تكون خفيفة شوية او ضعيفة، يعني متكونش قوية قوي. دي كرتونة لبن هي اللي هستخدمها في الفكرة دي. خدت مقاس الغطا بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقص كده الزيادة. عايزين الدايرة دي هبتدي ان انا اغلفها باي قماش موجود عندك، او ممكن تغلفيها بورق فوم بالشكل ده. انا هغلفها كده وش وظهر بقطعة قماش كده موجودة عندي. بعد كده عندي خيط كتان او الخيط اللي هو بتاع المنشر الغسيل، او يعني بتاع حبل الغسيل. هبتدي ان انا الفه بالشكل ده على الغطا بتاعي لحد ما اخلص الغطا خالص. بعد كده هزينه في النص كده باي استراس موجود عندك، وهنلزقه بمسدس الشمع. وقطعة الكرتون دي هثبتها في ظهر الغطا بالشكل ده. بعد كده عندي الحلقة اللي هي بتاعة الاكسسوارات، وده يعني زي خيط كده بتاع الاكسسوارات، او اللي هي السلاسل يعني. خيط قماش كده او قطن. هبتدي ان انا ادخل الحلقه دي جوه الرباط اللي احنا ربطناه، او جوه الحبل. وهبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده بحيث ان هي تتحول معايا لسلسله كده زي ما انتم شايفين. يعني شكلها حلو، عامله زي السلاسل كده الكاجوال. ممكن تعمليها بغطا صغير او غطا كبير. شكلها جميل طبعا. كمان ممكن تغيري في الوان الخيط كده زي ما انت عايزه بالظبط، يعني الالوان اللي انت عايزاها استخدميها. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها اي غطا موجود عندك وعصيان بتاعت شيش طاووق. هبتدي ان انا اقص كده بالمقص، واخد مقاسات العصيان كلها وهقصها كلها نفس المقاس، كلها مقاس واحد. غطا بقى مدور، مربع، مستطيل، اي حاجة الموجودة عندك. وبعدين هبتدي ان انا اثبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الغطا بالمسدس بتاع الشمع. وهنحاول ان احنا نخلي العصيان بتاعت شيش طاووق في كل الاتجاهات كده متساوية، يعني بينهم مسافة متساوية. دلوقتي معايا خيط من الخيش، هبتدي ان انا اغلف بيها بالشكل ده كده لحد ما اوصل لحد النقطة دي، لحد ما اخلص الغطا كله. طبعا انا بحط شمع. وبعد كده لما ابتدي ان انا اوصل للحتة دي، هبتدي ان انا ادخل الخيط في يعني في واحدة والتانية الفه حواليها واحدة وواحدة، بحيث ان هي تديني في الاخر شكل حلو كده كأنها عاملة زي الخوذ بالظبط. بعد ما خلصتها كده دلوقتي هبتدي ان انا اعمل عقدة صغنطوطة او لفة كده صغيرة على كل واحدة عشان اقفل بس معايا. دلوقتي شلت طبعا الزيادات من العصيان بتاعت شيش طاووق. ودلوقتي جبت كرتونة كده رفيعة عشان نعملها يد يعني الحاجة اللي احنا بنعملها دي. نعمل زي فوزة كده صغنطوطة للورد. بعد كده هبتدي ان انا اركبها بالشكل ده من جوه. دلوقتي معايا كده قطعة من الفوم علشان خاطر اغطي بيها الحتة دي حتة كده قطعة ورقة كده، ورقة جورنان يعني، عشان بس تديني فوليوم كده او علو شوية جوه العلبة. ممكن كمان طبعا اللي هو الفل. بعد كده حطيت فيها ورد من الفوم صغير كده، باقة ورد. وكمان عملت فيونكة كده من الستان نفس لون الورد بالشكل ده. وفيونكة على الايد شكلها حلو جدا كده زي ما انتم شايفين، عسولة خالص كده تزيني بيها اي مكان انت عايزة تحطيها فيها.
فكرة بسيطة خالص. الفكرة اللي بعد كده هنجيب غطيان صغيرة اللي هي بتاعت ازاز البيبسي دي، هنجمعهم جنب بعض كده زي ما انتم شايفين وهنلزقهم بمسدس الشمع. وبعد كده هبتدي ان انا ارشهم سبراي اي لون، دهبي، فضي، ابيض، اللي انت عايزاه. بعد كده دي هتبقى زي كوستر كده للكوبايات، احنا طبعا عاملينها على شكل وردة. هنرشها سبراي وهنستخدمها كوستر للكوبايات بتاعتك، شكلها حلو كمان، فكرتها بسيطة خالص. الفكرة بعد كده هحتاج غطيين يكونوا نفس المقاس ونفس الشكل بالظبط. هاخدهم كده وهبتدي ان انا اغلفهم من بره. معايا قماش، ممكن كمان بالفوم تعملي الفكرة دي، يعني مش شرط زي ما انا شغالة بالظبط. طبعا حطيت شمع كده وابتديت ان انا يعني اغلف من الجناب. وطبعا كل الزيادات اللي هتطلع منها دلوقتي هنشيلها بالمقص. هنعمل كده في الغطايين. بعد كده هاجي من عند الاطراف وهزينها بشريط ستان علشان برضو يبقى شكلها حلو معانا. هعمل برضو كده نفس الفكرة في الغطايين. دلوقتي معايا سوستة، هبتدي ان انا اثبتها جوه اول غطا بالطريقة دي بمسدس الشمع كده. يعني من جوه كده زي ما انتم شايفين معايا. السوستة دي كانت مقطوعة يعني من حاجة قديمة، ممكن تشتريها مخصوص من المحلات اللي هي بتاعة الخيوط والكلف. بعد كده هفتح السوستة وهبتدي ان انا اثبتها في الجنب التاني كده من الغطا بالشكل ده. احنا بنعمل مع بعض كده زي شنطة صغيرة او بوك صغير، تقدري تستخدميه وتحطي فيه الفلوس بتاعتك، الفضة، الدبابيس، يعني اي حاجات كده صغيرة تجمعيها فيه زي ما انت عايزة. يعني شوفي انت حابة يعني حابة الفكرة دي تكون لايه بالظبط. بعد كده انا هبتدي بس ان انا اغطي كده اي حاجة شكلها مش لطيف يعني، او حاجة بظبط يعني، فاهمين التفنيش النهائي ده عشان برضو في الاخر يبقى شكله حلو. ومن جوه برضو هغلفه يا اما بالقماش برضو اللي احنا استخدمناه في الاول، يا اما بورق فوم. انا معايا هنا ورق فوم كده، خدت قطعتين نفس مقاس الغطا. هعمل كده من الناحيتين، هنغلف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كده الشكل النهائي بتاعه النهائي. فكرته بسيطة خالص كده زي ما انتوا شايفين. انا بصراحة ما بستغناش عنه خالص، وبحط فيه كل الفلوس الفضة كده عشان ما تبقاش ضايعة في الشنطة يعني. فكرته بسيطة وخالص وسهل زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون عجبتكم. فكرة بعد كده هستخدم الغطيان اللي هي بتاعة برسيل جيل او بتاعة الداوني والمنعمات يعني بتاعة الملابس او كده. هكون محتاجة غطيين زي ما انتم شايفين، الغطيين يكونوا بيدخلوا جوه بعض بالطريقة دي كده. هبتدي ان انا اشيل بس الزيادة في الغطا التاني عشان اقصره شوية بالمقص بقى او بالقطر زي ما انت عايزة. طبعا انا قصيت كده الزيادة زي ما انتم شايفين بحيث يكون مستوي مفيهوش اي زيادة. هبتدي ان انا اركبهم في بعض كده والزقهم كويس جوه بعض بمسدس الشمع، ممكن بالشمع او ممكن بالاوهو، هيبقوا برضو ماسكين كويس. ده كده بيكون شكلها. دي تقدري ان انت تعمليها زي تعليقه كده في الحيطه وبتثبتيها يا اما بمسمار يا اما بمسدس الشمع برضو على الحيطه، وتعلقي عليه مثلا فوطه المطبخ او تعلقي عليه مريالة المطبخ زي ما انا عامله كده. كمان ممكن تعملي كذا واحده جنب بعضها، وممكن كمان تعلقيها برضو في الحمام يعني زي ما انتم شايفين عامل زي التعليقه كده او علقه بسيطه خالص وسهله. الفكرة اللي بعد كده معايا غطا اللي هو بتاع علبة السمنة او علبة القهوة، الغطا اللي بيكون طري كده وكبير زي ما انتم شايفين. قصيت منه كده من النص يعني دايرة. وبعدين معايا دلوقتي شريط ستان او اورجانزا اي حاجة، وهبتدي ان انا الف الشريط ده حوالين الغطا بتاعي. وطبعا كل ما بلف كده لفتين تلاتة بحط نقطة من الشمع عشان تبقى مثبتة معايا كويس. بعد كده معايا خشبة او عصاية من العصيان بتاعت الشيش طاووق، برضو هغلفها هي كمان بنفس الشريط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده غلفناها وبقوا الاتنين جاهزين معانا. دي هنستخدمها زي ماسك او تعليقة كده للستارة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. فكرتها بسيطة خالص جدا جدا وشكلها كمان شيك جدا. فكرة بعد كده معايا ازازتين بلاستيك، ازازتين حاجة ساقعة. هاخد منهم القطعتين دول بس رقبة الازازة. هقطعها بسكينة كده، تسخنيها على البوتاجاز وهتقطعي. خدت الاتنين بالغطيان بتاعتهم، بسويهم بس كده كويس جدا، وبالولاعة بنعم الاطراف بتاعتهم كده شوية. بعد كده طبعا ده شكلهم النهائي. هبتدي ان انا اثبتهم في بعض بالشكل ده. هنحط شمع كده على الاطراف وبعدين هنبتدي نقفل الاتنين على بعض، ثبتهم كويس جدا. هنصبر عليهم شوية كده بحيث ان هم يبقوا متماسكين يعني وثابتين كده. ده شكلهم زي ما انتم شايفين. ممكن تحطي فيها الاغراض بتاعتك الصغيرة، دبابيس او يعني اي حاجات صغيرة كده بتضيع منك، حطيهم في العلبة الصغنطوطة دي. الفكرة اللي بعد كده معايا غطا معدن، تنيته بايدي كده زي ما انتم شايفين معايا يعني لحد ما بقى نصين كده.
دلوقتي معايا خيط من اللي هو خيط الكتان او الخيط بتاع الحبل بتاع الغسيل. هبتدي ان انا اغلفه كده زي ما انتم شايفين، لونه حلو جدا عجبني. الحبل ده بيتجاب طبعا، هو حبل غسيل فممكن تجيبيه من المحلات بتاعه الادوات المنزليه، وممكن كمان تلاقيه في المحلات بتاعه الخيوط. هبتدي ان انا يعني اغلف الغطا كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده معايا ورد من الفوم هحطه مطرح كده ما الغطا مفتوح شويه، هنثبت كده 3 4 وردات. دلوقتي بقى ده بقت زينه كده للتلاجة. هنحط هنا قطعه مغناطيس ونثبتها على التلاجة، شكلها حلو. كمان ممكن تستغني عن الورد ده وتبقى حامل للورق والاقلام اللي بتكتبي فيها طلبات البيت. الفكرة اللي معايا دلوقتي غطا بتاع علبة سبراي، شكله حلو كده فجبته وابتديت ان انا اغلفه بستراس. بعد كده هجيب معايا حتة كده صغنطوطة من الفايبر وقطعة قماش قديمة، هاخد منها قطعة كده وهدخل فيها الفايبر بالشكل ده، وهربطها بخيط عادي جدا يعني، وهنشيل الزيادات بالشكل ده. وبعد كده هندخلها جوه الغطا، هنثبت كده بمسدس الشمع. دي هتبقى زي حامل كده للدبابيس بتاعة الطرح بتاعتنا، تثبتي فيها الدبابيس بتاعتك وتحطيها على التسريحة. شكلها بسيط وفكرتها بسيطة وشكلها كمان حلو. يا رب الافكار بتاعت النهارده تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه كده. وطبعا اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر فكره عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا عليه لايك واشتراك في القناه لو كنت جديده معانا، وفعلي الجرس. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.